آخر ما تم الإفصاح عنه في واقعة الفنان محمد فؤاد وفي طبيب مستشفى عين شمس التخصصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عندكم تفاصيل كاملة عن الواقع ده عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. عارفين ان محمد فؤاد ودى اخوه او شقيقه مستشفى عين شمس التخصصي عشان كان عنده اشتباه في جلطة، ولكن الطبيب هنا قام اتجاه المريض ببطء، وانفعل عليه الفنان محمد فؤاد بالسب والقذف وبالتهديد. قال له ما تعرفش انا مين. ومن هنا يا ساده محترمين بدات المشاجره ما بين الفنان محمد فؤاد وما بين طبيب مستشفى عين شمس التخصصي. ولكن بعد ما انتهى النزاع وانتهى الموضوع عبر موقع التواصل الاجتماعي، تم تحويل الحكايه او الواقعه الى النيابة. وهنا النيابة استدعت الفنان محمد فؤاد واستدعت الطبيب المعالج، ولكن النيابة أصدرت بيان إن الطبيب المعالج هو اللي أخطأ في حق الفنان محمد فؤاد وأخطأ في حق شقيقه بالتأخير وعدم القيام على أسرع أو على أقصى سرعة اتجاه المريض. ولكن تمت الإدانة هنا للطبيب المعالج مش للفنان محمد فؤاد. بعيدا عن الدفاع عن أي شخص من الطرفين سواء محمد فؤاد أو الطبيب المعالج، أنا لا لي علاقة بمحمد فؤاد ولا لي علاقة بالطبيب المعالج. ولكن إذا كان في إهمال، طبعا هنا التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يا سادة محترمين ما بتنقلش كل الحقائق، ولكن هنا النيابة العامة هي اللي بتبين الحقيقة. والنيابة العامة أثبتت أن الطبيب المعالج قام ببطء اتجاه المريض، ولذلك انفعل عليه الفنان محمد فؤاد. وهنا النيابة أدانت الطبيب المعالج، ما أدانتش الفنان محمد فؤاد. وهنتابع مع حضراتكم آخر الأخبار في القضية دي، وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.